مرحبا بكم أعزائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة واحدة من أكثر المواجهات الدبلوماسية سخونة بين المغرب والجزائر بعد ما تحول خطاب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى إعادة تدوير الأطروحة تصفية الاستعمار، ليجد في المقابل رد مفصل وقوي من السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة. لكن النائب المندوب الجزائري ما تأخرش عن الرد في مشهد كشف أن الجزائر عندها عقيدة سياسية. ملف الصحراء هو الورقة الوحيدة اللي كتبرر بها وجود نظام داخليا وخارجيا، أي تراجع أو مرونة في هذا الملف كيعني هزيمة تاريخية النظام العسكري. في الدورة 80 الجمعية العامة للأمم المتحدة تحول خطاب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى ما يشبه كتيب مغالطات قديم حول قضية الصحراء، لكن الرد المغربي بصوت السفير عمر هلال جا حاد ودقيق مدعوم بالأدلة التاريخية والوقائع الميدانية، لتكتمل الصورة بحق رد إضافي من نائب الممثل الجزائري لتكشف المواجهة عن عمق الخلاف بين سرديتين متناقضتين، سردية الجزائر الجامدة وسردية المغرب المدعومة بالواقع. عطاف وصف الصحراء بأنها آخر مستعمرة في إفريقيا، وأصر على أن الملف يندرج حصريا ضمن منطق تصفية الاستعمار، وتجاهل مرحلة مفصلية اللي هي اتفاق مدريد. السيد هلال ذكر أن المغرب نفسه هو من بادر سنة 1963 بإدراج الصحراء في الأمم المتحدة، وأن اتفاقية مدريد أنهت رسميا الوجود الإسباني في الصحراء، وأن الجمعية العامة نفسها أخذت علما بالاتفاق. تجاهل الجزائر لهذا القرار يعد مغالطة صريحة، إذ يقدم القضية وكأن الاستعمار ما زال قائم، بينما القانون الدولي سجل انتقال السيادة من إسبانيا، والتاريخ لا يمكن محوه ولا تجميده. كما أن هذا الملف نقل منذ عقود المجلس الأمن اللي كيتعامل معاه كنزاع سياسي إقليمي يتطلب حل واقعي ودائم تحت الفصل السادس. عطاف شدد على أن الحل يجب أن يقوم على مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليزاريو، وقال أن الجزائر دولة مجاورة فقط، ودعا لإحياء الاستفتاء اللي نصت عليه خطة الأمم المتحدة لسنة 1991، واعتبر أن المغرب كيرفضو لأنه يخشى الحقيقة. وصف مشاريع المغرب في الصحراء بأنها أمر واقع مفروض وغير شرعي. لكن السيد هلال فضح التناقض من قلب أي صفة تضع الجزائر خريطة طريق للحل، وكتحدد الشروط إن لم تكن طرف، وأكد أن الاستفتاء تعذر عمليا وتقنيا بسبب النزاع حول لوائح الناخبين والخلافات السياسية وجمود استمر العقود. لذلك الأمم المتحدة نفسها تخلات عن هذا الخيار ودفعت باتجاه حل سياسي واقعي وعملي، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية هي البديل الوحيد القابل للتطبيق، وكيدعمها أكثر من 120 بلد بينهم قوى عظمى بحال واشنطن وباريس ولندن. رد السيد هلال قلب الطرح رأسا على عقب من قال هذه ماشي وقائع احتلال بل وقائع تنمية وازدهار، وأشرفت الصدد المشاريع العملاقة، وعلى وجه الخصوص طريق السيار اللي كيربط الشمال بالجنوب، وميناء من أعمق الموانئ الأطلسية في إفريقيا، وجامعات ومستشفيات حديثة واستثمارات في الطاقات المتجددة. وأبرز أن أكثر من 30 دولة افتتحت قنصليات في العيون والداخلة، ما يبرهن على اعتراف عملي بالسيادة المغربية. كما ذكر بأن الجزائر اللي كتعقد لقاءات علنية مع قيادة البوليزاريو وكتبنى خطابهم على المنابر الدولية لا يمكن أن تدعي الحياد، إن في إشارة اللقاء بين عطاف وزير خارجية الجمهورية الوهمية، ولقاء كيأكد أن الجزائر ما بقاتش كتحاول حتى تخفي تبنيها المباشر الملف، بالعكس هي كتعطيه غطاء رسمي في الأمم المتحدة وكتثبت أنها طرف أصلي في النزاع. هذا المعطى مهم لأنه كينصف كل ادعاء جزائري بأنها غير معنية، وهنا وضع السيد هلال الجزائر في الزاوية وجعل ادعائها بالحياد بلا مصداقية. والمفارقة الصارخة من كان أحمد عطاف كيتحدث في نيويورك عن العدالة الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كانت منظمة محامي الجزائر بالجزائر العاصمة كتصدر مذكرة صادمة تقيد حتى ظهور المحامين في الإعلام، وتم إلزام كل محامين بالحصول على موافقة خطية قبل أي تصريح تلفزيوني أو حتى منشور رقمي، وتمت الإشارة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين، وأي مشاركة إعلامية سواء التعليق على قضايا قانونية أو لتقديم استشارات لابد ما تسبقها موافقة خطية. كما حذرت المذكرة من خروج بعض المحامين عن اختصاصهم والانخراط في نقاشات سياسية أو اجتماعية بعيدة عن المجال القانوني، واعتبرت أن هذه الممارسات تسيء صورة المحامي والمهنة بصفة عامة. هذا القرار أثار جدل واسع داخل الساحة القانونية بين اللي اعتبروه حماية لهيبة المهنة وبين اللي وصفوه بتكميم الأفواه وضرب حرية التعبير. وهكا بينما تزعم الجزائر الدفاع عن الحقوق في الخارج، فهي في الداخل تكمم أفواه حتى من يفترض أنهم حماة الحق والدفاع.
هنا كيظهر النفاق الدبلوماسي. الجزائر كتحدث عن تقرير المصير والشرعية الدولية في نيويورك، لكنها كتمنع المحامين في بلادها من التعبير الحر. الإعلام المغربي قدم خطاب السيد هلال كصفعة دبلوماسية الجزائر، خاصة مع سؤال المحرج عن صفة الجزائر. أما الإعلام الدولي فوصف المواجهة باشتباك دبلوماسي ومناظرة حادة، وركز على تناقض المرجعيات. الجزائر كتحدث عن الاستفتاء اللي لم يعد حل قابل للتطبيق، والمغرب كيتحدث عن السيادة والتنمية. في النهاية بدا المغرب واثق ومسنود بالتاريخ والقانون والدعم الدولي، بينما الجزائر عالقة في سردية قديمة تزداد ابتعادا عن الواقع. لكن المفارقة أن الرد الجزائري ما توقفش عند عطاف، إذ سرعان ما دخل على الخط نائب الممثل الدائم للجزائر، رجل هاجم مالي وصف السلطة ديالها بالطغمة الانقلابية، وهاجم المغرب بادعاءات قانونية واهية، وادعى أنه لا وجود لما يسمى تسجيل القضية قضية الصحراء على قائمة الأقاليم لتصفيتها من طرف المغرب، وبذلك أعاد إنتاج نفس المغالطات اللي فندها السيد عمر هلال. ولم يقتصر الأمر على المنابر الدبلوماسية، حيث دخلت أبواق العسكر على الخط وكررت نفس المغالطات، ومشات الأبعد من ذلك من اتهمت المغرب بمحاولة جر دول الساحل للتطبيع مع إسرائيل. فبعد زيارة رئيس أركان جيش النيجر للمغرب مؤخرا، وما رافقها من محادثات رفيعة مع القيادة العسكرية المغربية، وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني على هامش الدورة 42 جمعية منظمة الطيران المدني الدولي، سرعت الصحافة الجزائرية لتصوير الأمر كمحاولة من رباط جر دول الساحل للتطبيع مع إسرائيل. لكن الوقائع تظهر عكس ذلك. تعاون المغرب والنيجر شمل الأمن والدفاع، واستمرار العلاقات قائمة منذ سنوات، كما أن مذكرة الطيران المدني بالبلدين تمحورت حول السلامة الجوية وتكوين الكوادر، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهادشي اللي كيحاول الإعلام الجزائري يلصقوا المغرب. حتى موضوع إسرائيل استخدم كفزاعة إعلامية بعد ما رفضت مالي مغادرة القاعة أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهادشي اللي استغلوا الإعلام الجزائري لإيهام الرأي العام أن المغرب كيجر دول الساحل تطبيع. هنا كيظهر تناقض مكشوف، لأنه في الوقت اللي يصر فيه النظام الجزائري على أنه لا ينجر وراء الاستفزازات وأن الجزائر ليست طرف النزاع، كنلقاو أنه كيهاجم دول الجوار وكيطلق عبر إعلامه حملات كتربط تحركات المغرب في إفريقيا بالمؤامرات المزعومة. كما أنه ملي كيخرج نائب ممثلها الدائم في الأمم المتحدة وكيتهم المغرب بتحريف كلام عطاف، ووصفوا للتنمية المغربية بأنها نهب منظم للثروات مع دعوة مباشرة للشركات الأوروبية للانسحاب. هنا كيظهر أن الأكثر إيلاما الجزائر وتنظيم البوليزاريو، أن الضربة ما جاتش هذه المرة من واشنطن أو لندن أو بروكسل، بل من بلد بقاو كيقدموه كنموذج للحليف المبدئي، إيرلندا. استقبال وفد من رجال الأعمال الإيرلنديين في الداخلة كشف أن حتى داخل أوروبا الشمالية، حيث كانت الجزائر كتراهن على مواقف متشددة ضد المغرب، بدا تصدع كيظهر. بيان اللي كيقولوا عليه المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية التابع للبوليزاريو لم يخفي الصدمة ديالو، هو يصف الخطوة بأنها انتهاك صريح القانون الدولي. لكن خلف لغة التنديد يكمن الاعتراف غير المعلن بأن الواقع تغير. الشركات الإيرلندية لم تعد تتقيد بالخطاب السياسي التقليدي، بل تلتحق الدينامية الاستثمارية يقودها المغرب في الأقاليم ديالو الجنوبية. وهكا لقى نظام العسكر نفسه محاصر بمعادلة قاسية، حتى من هادو اللي كان كيوصفهم بالأصدقاء التاريخيين بداو كيوضعوا المصالح الاقتصادية والتنموية فوق دعاية شعاراتية فقدات بريقها. لكن الأمور ما وقفاش حد هنا، لأن الضربة الأكبر جات هاد المرة من الاتحاد الأوروبي اللي كيتجه للرضوخ لشروط الرباط. وهنا يطرح السؤال، واش أوروبا غتغامر بتجاوز محكمتها العليا؟ واش السياق الدولي فرض عليها الاستعجال قبل ما تفقد موقعها في المنطقة؟ صحيح أن أحكام أوروبية ضيقت الصياغات السابقة، لكن المفوضية رجعت باقتراح لتأمين انسياب المبادلات مع آلية رصد فوائد محلية. بالتوازي كنلقاو واشنطن اللي كتشجع الشركات الأمريكية على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وهنا أوروبا ما تقدرش تبقى على الهامش، لأنه فاش كنشوفوا التطورات الأخيرة كنلقاو أن القرار الأوروبي ما جاش من فراغ، بل كيجي وسط سياق دولي كيزيد يضغط على بروكسل من كل جهة. أولا عندنا واشنطن اللي خرجت بإعلان رسمي واضح قالت فيه أن الاستثمارات الأمريكية هتشمل كل مغرب بما فيه الصحراء. هذا الموقف كيحسم الجدل، حيث الولايات المتحدة ما بقاتش كتفرق بين طنجة والداخلة، وكل مشروع عندها نفس الشرعية ونفس الأفق. ثانيا لندن بدورها تبنت مقترح الحكم الذاتي المغربي بشكل رسمي، وهذه الخطوة كانت صفعة الجزائر ورسالة قوية للاتحاد الأوروبي بأن واحد من أقوى حلفائه عبر الأطلسي ما كيترددش في دعم الرباط. وثالثا
لقاء السيد عزيز أخنوش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين على هامش الدورة 80 الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك زاد كرس التحول. اللقاء ما كانش بروتوكولي عابر، بل رسالة سياسية مفادها أن الاتحاد الأوروبي كيتجه لرفع مستوى الشراكة مع المغرب، يعطي إشراء أنه مستعد يتحرك في الاتجاه اللي كتفرضه التحولات العالمية، والنتيجة واضحة. أوروبا ما بقاتش تقدر تبقى على الهامش، لكن وسط هذا الزخم الدولي اللي كيدفع الاتحاد الأوروبي للتقارب مع المغرب، خرجت منظمات قريبة من تنظيم البوليزاريو بيانات كتهم المفوضية الأوروبية بتجاوز الديمقراطية، وكتقول أن صيغ اتفاق مؤقت مجرد حيلة للهروب من حكم محكمة العدل الأوروبية. هذا الخطاب كيحاول يزرع الشك وسط الرأي العام الأوروبي، ويصور الملف وكأنه مؤامرة سياسية ضد هادشي اللي كيسميوه حقوق الصحراويين. ثانيا، داخل البرلمان الأوروبي كاين بعض الكتل خصوصا الإسبان اللي كيستعملوا نفس الأسطوانة القديمة وكيطالبوا باستبعاد الصحراء نهائيا من أي اتفاق تجاري جديد مع المغرب. لكن في المقابل المفوضية والمجلس الأوروبي كيبعثوا رسائل واضحة: الشراكة مع المغرب خط أحمر. بروكسل كتعتبر الرباط شريك استراتيجي لا يمكن التفريط فيه، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية أو حتى في تدبير ملفات الهجرة والطاقة. هادشي كيعني رغم الحملة الإعلامية والانتقادات السياسية، الموقف الرسمي ديال الاتحاد الأوروبي مازال متشبت بخط التعاون الوثيق مع المغرب، ورغم أن بروكسل كتحاول تلعب ورقة الاتفاق المؤقت باش تضمن استمرار التدفقات التجارية مع المغرب، إلا أن الطريق مازال محفوف بالمخاطر. أولا، كاين دائما احتمال الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية. أي منظمة قريبة من البوليزاريو أو حتى أطراف سياسية داخل أوروبا تقدر ترفع دعوى جديدة بحجة أن الاتفاق ما احترمش حكم 2024 اللي شدد على ضرورة موافقات اللي كيسميوه الشعب الصحراوي. وكيبقى السؤال الكبير معلق: واش بقايا حكم 2024 مازال كيرخيب ظلاله على كل خطوة أوروبية مرتبطة بالصحراء، ولا أوروبا فعلا لقات مخرج قانوني مؤقت في لعبة دقيقة، وأنها ولات مقتنعة أن ثمن تراجع أكبر بكثير من ثمن المجازفة؟ اليوم قدمنا 3 ديال السيناريوهات. سيناريو تمرير الاتفاق المؤقت بسلاسة، وهنا يكون الهدف واضح، مجرد جسر قصير المدى لكن عملي، كيمهد المفاوضات أشمل كتدمج الصحراء بشكل رسمي ودائم في الاتفاقيات مع المغرب. السيناريو الثاني تعطيل أو تأجيل، وسيناريو مطروح إذا ارتفعت أصوات المعارضة أو تسلح خصوم المغرب بحق الطعن من جديد أمام محكمة العدل الأوروبية. السيناريو الثالث تمرير المشروط، أي موافقة الاتحاد الأوروبي لكن بآلية كتراقب بشكل دوري شكون اللي كيستافد من هذا الاتفاق على الأرض، في محاولة لإثبات أنهم كيحترموا المعايير الديمقراطية والشفافية. وكل سيناريو طبعا عنده كلفة، وكل خيار كيحمل رسائل سياسية واضحة، ماشي للمغرب والجزائر ولكن حتى الولايات المتحدة وبريطانيا اللي سبقوا وعلنوا مواقفهم بلا تردد. بينما الاتحاد الأوروبي كيتحرك نحو اتفاق مؤقت يشمل منتجات الصحراء، بدا الصراخ والعويل في تندوف والجزائر العاصمة بعد ما ولاو محاصرين من كل جهات. خرجت البوليزاريو والجزائر بهجمات متزامنة، شفنا شنو جا في بيان المنظمات التابعة لهم، زائد خطاب على الطرف الآخر. والهدف هنا هو عرقلة الانفتاح الأوروبي على المغرب، خصوصا قبل التصويت المرتقب يوم 1 أكتوبر. بيانات البوليزاريو وخطاب على الطرف ما هي إلا حملة دفاعية متأخرة أمام موجة قرارات دولية لصالح المملكة المغربية. أوروبا اليوم كتشوف أن المصلحة الاقتصادية والأمنية كتحتم التعامل مع المغرب كشريك، بينما الجزائر بقات عالقة في شعار تغيير المصير. خلاصة الأمر: مغالطات الجزائر كتصطدم 3 ديال الجدران. أولا، مسار مجلس الأمن السياسي. ثانيا، اتفاق مدريد 1975 وسجل الأمم المتحدة. ثالثا، تحول دولي عملي نحو حل واقعي كيدعم التنمية. والأيام القادمة هتكشف إذا كان القرار الأوروبي مجرد خطوة تكتيكية ولا بداية تحول استراتيجي لا رجعة فيه. حد هنا وصلت نهاية الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.